السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الحمد لله ربنا كتب لكم العمرة ورزقكم بيها وربنا يتقبل منكم يا رب. فهقول لكم ايه اقرب المطاعم القريبة للحرم ونقدر ناكل فيها سواء بعد العمرة او اي يوم عادي. اول حاجة عندنا اللي هو ابراج الساعة. دي بتبقى موجودة على طول قصاد يعني الحرم. هتلاقوا هناك الدور التالت والدور الرابع بيبقى فيه في المطاعم. اسعاره بتبقى شوية اعلى من اماكن تانية، بس هو الاكل هناك كويس. في إيه تاني، في برضه وعندنا وفي هناك كمان في برج الساعة دوّة سوبر ماركت اسمه أبراج هايبر. بيعمل برضه وجبات وبيبقى عنده فطاير، بيبقى عنده زي باتات وحاجات زي كده. عندهم برضه ساندوتشات بتبقى جاهزة هتنفعكم، ممكن تجيبوها. عندهم فاكهة أسعارهم كويسة، هينفعكم إن أنتم لو حابين تجيبوا أي حاجة يعني وأنتم راجعين من الفندق أو كده فحلو جدًا. وابقوا يعني اطلعوه، هو في الدور الرابع اسمه أبراج هايبر. في عندنا مكان تاني اللي هو أبراج الصفا. برضه جنب أبراج الساعة. هتلاقوا هناك برضه المطاعم تقريبًا في الدور التالت. في هناك المطاعم أسعارها كويسة جدًا. في هناك فوق مكان يعني بيبيع اللي هو العيش التميس دوّة. سعره تقريبًا 2 ريال. في هناك برضه بيبيعوا مشروبات. في برضه شاي اسمه شاي عدن، ده جميل أنصحكم إن أنتم تجربوه. هتلاقوه هناك برضه سعره تقريبًا 3 ريال. حلو جدًا جربوه. في طبعًا شاي اللي هو الكرك ده، بس أنا الصراحة ما جربتوش، بس في ناس كانت بتشكر فيه. في هناك مطاعم بتبيع فطاير. الفطيرة بتبتدي من 2 ريال لحد 7 ريال حسب طبعًا الحشوة اللي بتبقى جوّه الفطيرة. في برضه فول وطعمية بيتباع هناك في مطعم اسمه لذيذ وسريع. في طبعًا الأكل اللي هو منتشر هناك في أغلبية المطاعم، اللي هو بيبقى رز بسمتي ومعاه فراخ، برضه هتلاقوه هناك أسعاره كويسة في أبراج الصفا. في مكان تاني اللي هو عند جبل عمر. هناك برضه هتلاقوه موجود كشري التحرير، موجود برضه مطاعم أسعارها كويسة. في برضه مطعم تاني كده وأنتم رايحين على شارع أجياد بتطلعوا له زي بسلم كده اسمه مطعم زمزم. برضه الحاجة اللي هناك عنده الأكل بتاعه كويس جدًا، أنصحكم إن أنتم تجربوه. فدي تقريبًا أقرب الحاجات. وفي هناك برضه شارع كده جنب شارع إبراهيم الخليل في مطاعم. لو في هناك مطعم اسمه زاد الخير، ده بيوزّع وجبات مجانية 24 ساعة. بيبقى الوجبة عبارة عن رز بسمتي وربع فرخة وعصير أو مَيّة. لو أنتم عايزين كمان تعملوا هناك إطعام، فهتلاقوا هناك برضه بتروحوا يا إما بتدّيهم الفلوس يعني وكده، هُم بيدّوكوا الوجبة، يا إما أنتم بتوزّعوها بنفسكم، يا إما هو المطعم بيوزّعها لكم. هتلاقوا هناك برضه جنب المطعم هناك زاد الخير ده في كذا مطعم ممكن تاكلوا فيه. بالنسبة بقى لمطعم البيك هتلاقوا موجود عندكم برضه في الدور الرابع في أبراج الساعة. موجود هناك البيك. طبعًا بيبقى في زحمة على الكاشير، في زحمة برضه عشان تستلموا الوجبة. في مكان تاني برضه في اللي هو الشارع اللي هو جنب إبراهيم الخليل ده، برضه في مطعم هناك اسمه مطعم البيك. في برضه هناك أسعار البيك بتبتدئ من أول 5 ريال، ده بالنسبة للساندوتش اللي هو السنجل. وفي بقى الساندوتش اللي هو الدبل بيبقى تقريبًا ب12 ريال أو ب7.5، وفي ب7.5 ريال. وفي كمان وجبات بتبتدي من 12 ريال. وفي هناك برضه الدجاج المسحّب كويس جدًا. وفي اللي هو السمك الفيليه ده يمكن أغلى حاجة هو والجمبري. لإن سمك الفيليه أغلى شوية، يعني ب24 ريال تقريبًا. الوجبة بيبقى معاها مثلًا كايزر. في هناك برضه لو حابين تزوّدوا يعني عيش كايزر وكده بيبيعوا الاتنين كايزر بجنيه. فممكن طبعًا تجيبوا من هناك من البيك، الأكل بتاعهم طبعًا كويس جدًا. في برضه هناك كارفور، هو برضه قريب من الحرم. هتلاقيهم هم كلّهم تقريبًا جنب بعض، يعني ال3 أماكن اللي باقول لكم عليها دول جنب بعض. كارفور برضه بيبقى عامل هناك وجبات، لو حابين تجيبوا من هناك برضه الوجبات بتاعتهم كويسة. في هناك برضه مطعم الطازج، وفي مطعم كنتاكي وهتلاقيهم هناك موجودين. وفي مطعم اسمه الدهان. كل الأماكن دي هتلاقوها موجودة قريبة منكم من الحرم. تقدروا يعني تجربوها كده وإن شاء الله، لإن هناك شوية ماكدونالدز وكنتاكي وكده سعره عالي شوية، يعني الوجبة تقريبًا معدية 33 ريال. ف وفي هناك برضه مطعم بيبيع بيتزا في أبراج هايبر، برضه عند أبراج هايبر كده في الدور الرابع عند برج الساعة. بيبيع بيتزا وبيبيع أكل اللي هو تحسوه شوية اللي هو الآسيوي. موجود برضه هناك. فإن شاء الله ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرًا ليكم.